مشاهدينا نحييكم من جديد وما زلنا معكم نؤكد أن المناقشة هي الحل وأن الإخفاء هو الذي يؤدي إلى إشعال الفتنة. معنا على التليفون محمد حجازي. محمد أهلا بيك. محمد سامعني؟ ايوه. محمد أنا مش عاوز أناقش خالص قضيتك من الزاوية العقائدية والجدل العقائدي، خلينا بس نناقشها من الاتهامات اللي بيحاول البعض يوجهها لك وهتستمع إليها من بعض زملائك. بعض زملائك في كفاية قالوا إنه محمد غاوي شهرة، وهتشوف دلوقتي محمد على الشاشة وهو في المظاهرات، وإنه يتنقل بين الأفكار ويتنقل بين التيارات السياسية وهكذا تنقل بين الأديان. أنا عايزك بس تعقب على حكاية غاوي أضواء وغاوي شهرة، ومن أجل ذلك أنت حبيت تعمل شو جديد أو كليب جديد لتلميع نفسك وبإعلان اعتناقك المسيحية. ايوه، انا يعني عايز اقول في البداية يعني ان انا ما فعلته هو في الحقيقة هو حق الانساني وحق الدستوري، لان المادة 40 والمادة 46 من الدستور بتنص على حق اعتناق ما اشياء من عقيدة وعن ممارسة دوت يعني والاعلان عن ذلك، وكمان المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي موقعة عليها مصر واللي هي تعتبر كقانون ملزم ليها لما قررها مجلس الشعب بتديني الحق ده. طيب انا ما عملتش جرم علشان كل محمد انا سؤالي زي ما قلت لك مش يعني سؤالي مش متعلق بحرية العقل، انا سؤالي متعلق بالاضواء. اتهامات بس، المتهم مش انا، المتهم هم اللي بيقولوا بصيغه علنيه في كل الجرائد وفي الصحافه وفي الاعلام ان ده يتقتل. المتهم الحقيقي هو اللي ضد الحكم بالاعدام على حد. محمد بص، احنا ما ناقشناش دلوقتي، لا قلت حد قال. انا بقول لحضرتك انت ما تدينيش اتهامات فقط وتطالبني ارد على محمد جاوبني على اللي هو الجزء المتعلق. انا ما قلتلكش هناك من افتى باهدار دمك لا، يعني انا بسالك دلوقتي على الكلام المتعلق بزملائك، وهو ان محمد بيعمل ده من اجل الاضواء ومن اجل الشهرة. انا هرد على حضرتك. هل هي الاضواء او هي الشهرة بتساوي ان حياة انسان تبقى مهددة بالخطر، او هي بتساوي الموت؟ انا ما اعتقدش كده ابدا يعني. ثم انا ما سمعتش كلام اللي حضرتك بتقول عليهم وما اعرفهمش. لا يعني هم قالوا محمد انا ما اعرفش مين اللي اتكلم. كان لغايه سنه بس بيصلي في المسجد ويتظاهر في جامع الازهر ويتظاهر ضد الرسوم المسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده ما حصلش خالص نهائي. ما حصلش خالص. ولم يتم من الاثباتات ما يدل على تناقض المسائل. ولم يتم اعتقالك في مظاهرات الاحتجاج على الرسوم المسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما حصلش. طيب هم جايبين بعض المشاهد ليك في هذه المظاهرات، بس هي يعني انا قضيتي هي السؤال اللي انا بساله لك. اتقبض على محمد في الشهر دوت، ومحمد اتعذب وجه للمركز بتاع مساعدة السجناء عشان يعمل له تقتيل نفسي. انا في وجهة نظر ان محمد تم السيطرة عليه، محمد حد اغراه، وانا عارف ان مراته، انا شفت مراته وشفت حماته، مراته متحجبة وحماته متحجبة. هو ما انضمش لحزب العمل، كانت حاول ان هو ينضم، وكانت تقرير لجنة المتابعة والاختبار في حزب العمل انه شخص لا يصلح لعضوية الحزب، ان هو مضطرب نفسيا. محمد ما كانش شخص ذو امتنان غير الفترة اللي ظهر فيها بورسعيد وهو بيقود 4 مظاهرات ضد الصور المسيئة للرسول. محمد كان موجه لفتنة طائفة، كان بيقود المظاهرة بنفسه، كان بيبقى رافع المصحف وبيحرق علم الدنمارك بنفسه يعني، حتى هتافاته كلها هتافات اسلامية يعني. انا كنت جيت في الفترة دي اعتقدت ان هو انضم للاخوان المسلمين يعني، هو عايز يعمل حاجة شاذة في المجتمع عشان الفت الانظار ليا اعمل حاجة شاذة. ما حصلش. انا بقول لحضرتك لو عندك اثبات على كده قوله. انا ما حصلش الكلام ده ما حصلش. بس انا عندي اثبات ان انا مؤمن بالمسيح من وانا عندي 16 سنة. من وانت عندك 16 سنة؟ ايوه. طيب ده رغم كلام ابيك المخالف لكل ذلك يعني؟ رغم كلام ابي، لان الكلام اللي قاله ده مش صحيح تماما.
هو قال ان انا كنت بصلي معاه من شهرين وانا ما شفتش بقى. طيب محمد، اللي اخذ عليك ايضا، وانا هتلاحظ انا بعيد تماما يا محمد عن قضية العقيدة. اللي اخذ عليك ايضا هذا المشهد الاستعراضي المستفز لاعلان اعتناقك المسيحية. يعني البعض كان بيقول ايه يا سيدي، عايز يعتنق المسيحية ما يعتنق، لكن انت اعلنت ده بشكل مستفز، بشكل استعراضي. الاستاذ ممدوح نخلة في بداية الحلقة اعلن انه بالفعل اخطأ حينما صايرك في هذا المشهد المستفز، واعلن اعتذاره عن هذا المشهد. انت مش شايف انه هذا المشهد هو الذي كان يمكن ان يتسبب في اشعال الفتنة؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك سؤال، معلش برضه ان الكلام ده يكون موجود وما يتحذفش. هل لما انا طالب بحريتي في العقيده دلوقتي ده اشعال فتنه، ولما تعرضوا التسجيل بتاع مريان وكريستين ده مش اشعال فتنه؟ لا محمد خليني اقول لك، قضيه مريان وكريستين مش هم، استنى بس خليني اقول لك بس، مش هم اللي اعلنوها. يعني مريان وكريستين لم تعتنق الاسلام وبعدين طلعوا في التلفزيون، لا، يعني هم اعلنوا ده بعد ما صارت القضيه والضجه، وبعد ما حصلت عده لقاءات تلفزيونيه فاعلنوا ده. انما انت من تلقاء نفسك بدات باعلان ذلك في مشهد تلفزيوني. لا انا ما اعلنتش، انا رفعت قضيه وده حقي، حق الدستوري والانساني. محمد كان في مؤتمر صحفي يا محمد. اما بالنسبه للاستاذ ممدوح نخله فانا بقول له ان المسيح اللي انا قبلته واللي دخل حياتي بيخليني اقول لك ربنا يسامحك والمسيح يغفر لك كل خطأ. شكرا. طب يعني الاستاذ ممدوح نخله الذي تبنى قضيتك في البدايه انت الان بتدعي عليه يعني؟ لا بالعكس، انا ما بدعيش عليه، انا بقول ربنا يباركه. ولما بقول ربنا يباركه وراك اديتك شقه وعربيه وفلوس، ربنا يباركه ان هو يتحمل اي فلوس على ظهر الخلاء عشان القضيه. محمد، هو الاستاذ ممدوح ما عندناش سويه. محمد، هو الاستاذ ممدوح قال انه انا بالفعل اخطأت لانه كان المجتمع فيه حساسيه شديده جدا، وانه هذا المشهد المستفز يمكن ان يشعل الفتنه، وهو قال انا اخطأت. يعني هو تبنى قضيتك في البدايه ثم انسحب منها. انا برضه بقرر تاني ربنا يباركه. طيب